اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. هنعمل معاكم الزبادي البلدي من غير مكنه الزبادي، وهيطلع معاكي جميل جدا في اسرع وقت 4 ساعات، ومن غير اي حاجه هتعمليه. وجربي الطريقه دي هتعجبك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونقولك احنا عملنا الطريقه ازاي. طريقه جميله جدا، والزبادي هيطلع معاكي تحفه. وطبعا الزبادي هتبقى موفر معاكي، اما تجيبي كيلو اللبن تعملي منه كمية الزبادي دي هتبقى اوفر ليكي ان انت تشتريه من بره. يلا بينا نعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنسمي الله ونصلي على الرسول كده ونعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا. معانا كيلو لبن على حسب الكمية اللي انت عايزاها. الكيلو لبن ما شاء الله عمل كمية معانا كويسة، وهنوريكم كمان الكمية اللي عملناها بالكيلو لبن. ولو حابة تعملي اكتر وتضاعفي الكمية عادي. وهنقولك المقادير بسيطة جدا، يعني مفيهاش اي صعوبة. هي بنحتاج علبة الزبادي البلدي دي، يعني علبة صغيرة كده. وبعد كده لما تحبي تعملي الزبادي وعندك زبادي من اللي انت عاملاه تستخدمي عادي، وما تشتريش الزبادي تاني من بره. يعني هنشتري اول علبة كده وهنعمله بقى ايه، يعني تكرار كل يوم كده بنفس الزبادي اللي احنا عملناه. بنحتاج مثلا لو نص علبة يعني او علبة عادي. ده كان علبة صغيرة من اللي هي البلدي. بالاحسن ان انت تعمليها بالبلدي بتبقى جميلة جدا، ولو حابة تعمليها باللي هو الشركات بتبقى كويسة. كل حاجة بتديك الطعم اللي انت بتعمليه بالزبادي، يعني اي نوع زبادي انت بتعملي بيه بيديكي نفس الطعم اللي انت بتحبيه. احنا هنا هنعمل بالزبادي البلدي. احنا هنحط علبة زبادي صغيرة، وهنبدأ بقى كيلو اللبن اهو معانا. بنبدأ نحط حبة لبن كده ونفك الزبادي معانا ونخليه كده قلبيه بالمضرب كويس. لو حابة تحطي سكر تخلي يعني الطعم فيه طعم مسكر سنة، هتحطي معلقتين سكر. لو مش حابة تحطي سكر وهتعمليه سادة خالص بتحطي السكر خالص. هنا هنبدأ بقى نقلبه كده بالمضرب. اهم حاجة بتخلي القوام معاكي كريمي كده ومش في اي تكتلات ولا حاجة، عشان ما يظهرش معاكي في الزبادي، مبقاش الزبادي معاكي ناعم. هنبدأ نقلبه تقليبه كويسة بالمضرب كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هننزله في اللبن. اللبن طبعا احنا تبقى غاليينه ومبردينه. اللبن معاكي يكون دافي، يعني انت تغليه وتسيبيه يبرد شويه لحد ما يكون دافي معاكي كده، وبتبداي بقى تعمليه. لو انت في الفريزر مفرزاه هتطلعي تغليه وتسيبيه يبرد، وبعد كده يعني تستخدميه. وهنا يا حبايبي هنبدأ بقى زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة الزبادي تبقى خلطها كويس بالمضرب. لو حابة تعمليه يعني بالهاند بلندر عادي. اهم حاجة ما تبقاش فيه تكتلات عشان ما تبانش معاكي في الزبادي، والزبادي ما تبقاش ناعم معاكي. هنا خلاص جبنا الطواجن بتاعتنا وغسلناها ونشفناها كويس، مبقاش فيها اي مية. كوبايات ازازة عندك، مجات، صيني عادي. اللي عندك الحاجات اللي عندك كلها عادي. اهم حاجة تستحمل الحرارة. اللي انت هتحطي عليه مية سخنة جدا. علب الزبادي اللي احنا بنجيب فيها الزبادي دي اللي هي البلدي ممكن تشتريها وتعمليها عادي. يعني كويسة، ويعني كويسة للحرارة. هما بيعملوا كمان فيها الزبادي، ومش مضرة يعني للزبادي ان انت تعمليه وتحطي الحاجة. يعني هتحطي له مية سخنة طبعا زي ما انتوا شايفين كده. مية تكون يعني مش بتغلي، يعني تكون سخنة سخنة ان انت تستحمليها كده، تحطي ايدك فيها تستحمليها عشان ما تجزش معاكي الزبادي وما تخلوش يفك معاكي. هنبدأ بقى هنا ننزل مية سخنة كده في الصينية زي ما انتوا شايفين. بتبقى في نص الحاجة كده، في نص الطواجن اللي انتي عاملاها. وتبدأي ان انتي تغطيه بأي غطا عندك، او بورق قصدير زي ما انت شايفة كده، او بالاكياس الاسترتش اللي متوفر عندك وتعمليه. يعني صينية على قد الصينية دي عادي وتغطيه. اهم حاجة تخلي البخار اللي بيطلع من المية السخنة بيبدأ بقى يعمل عملية تخمير للزبادي. وبتبقى مسخنه الفرن وطفياه. تسخني الفرن كده وتطفيه، وتروحي مدخله بقى الصينيه الجميله دي كده في الفرن 4 ساعات او 3 ساعات كمان. انتي بتروحي تشوفيه بيبدا بقى يتماسك معاكي وتبقى جميل جدا وقوامه جميل جدا. تبداي بقى تحطيه على صينيه كده وتدخليه في التلاجة ساعه كده او نص ساعه، ويجمد معاكي كده بالحلاوه دي والجمال ده. وطعمه خطير جدا. جربوه بالطريقه دي هتعجبكم، ومش هتشتري الزبادي تاني من بره. وما تعمليه بالطريقه دي هتبقى اوفر ليكي واجمل، ومش هتشتريه من بره تاني. عايزاه بقى تعمليه بالفراولة.
طبعا بتجيبي كيس جيلي فراولة او كيس شانتيه فراولة، بتجيبيه وبتقلبيه في اللبن بيديكي قوام اللي هو اللي بالفراولة. وهنعمله مع بعض في مرة تاني. احنا كنا عاملينه في المرة دي سادة وصورته معاكم، وما نعمله بالفراولة ان شاء الله هنصوره معاكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هو انا قلت لكم بس الطريقه، اعمليه بالطريقه دي بكيس جيلي الفراوله او بالشانتيه فراوله، هيطلع معاكي بالفراوله جميل جدا. هنا ما شاء الله القوام بتاعه جميل جدا ومتماسك وطعمه خطير جدا. عاوزه تعمليه بالسكر بتحطي معلقتين سكر او معلقتين عسل نحل عادي. وهتبدأي هنا ولو عايزه ما تعمليه من غير سكر ساده خالص ما تحطيلوش اي سكر. لو عايزاه زبادي ساده ما تحطيش اي سكر. انا عندي عشان اولادي بيحبوه يعني مسكر شويه بحط لهم معلقتين السكر ده، ولو كان عندي عسل نحل كنت حطيته احسن كمان من السكر. العسل جميل جدا لما تحطيه مع الزبادي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناه. مع السلامه يا حبايبي، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حفظ الله.